من اعظم العبادات اللي تقرب بها لربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقك اب او ام فتبرهم وتطيعهم. واحد من الصحابه همته عاليه جدا جه للنبي عليه الصلاه والسلام وبيسال سؤال جميل خالص: يا رسول الله، اي العمل احب الى الله؟ ايه اكتر عمل ربنا بيحبه؟ فالنبي قال له: الصلاه على وقتها، ساعه ما تسمع الاذان تروح تصلي. فالصحابي قال له: طيب ثم اي وايه بعد كده؟ قال: بر الوالدين. يعني سبحان الله بقى، ان من اكتر الحاجات اللي ربنا يحبك بيها انك تبر الوالدين. يعني ايه بر الوالدين؟ بر الوالدين ان انا اسمع كلامهم، ان انا اطيب معهم الكلام، ان انا ما ارفعش صوتي عليه، ان انا ما ازعلوش، ما اقولوش كلام يزعله، ان انا ما استغلش اي حاجه. بقى مثلا والدي يكون فقير وهو بيبذل اللي يقدر عليه، بس الظروف صعبه، تفضل بقى تقول له فلان جاب كذا وفلان بيعمل كذا وفلان بيصرف كذا وتزعله. اوعى تعمل كده، خليك بار بوالدك وقول له كلام يطيب خاطره، علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك في الاخره، وعشان في الدنيا نفسها ربنا سبحانه وتعالى جعل ان من اكتر العبادات اللي هتاخد ثوابها في الدنيا عباده بر الوالدين. زي ما انت بتبر ابوك وامك في الدنيا، ربنا هيرزقك بولد وبنت يبروك في الدنيا. ايه حدود البر؟ ملوش حدود. حدود البر ان هم يبقوا راضيين عني، ان هم يبقوا بيحبوني، ان هم يبقوا ما يزعلوش مني، لدرجه ان ربنا نهانا في القران عن كلمه اف. ابن عباس بيقول لو كان في كلمه اقل كان ربنا قالها: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طيب انا دلوقتي افترض ان واحد ابوه مات او امه ماتت وضاعت مني الفرصه، خلاص ما عادش في سبيل للبر. لا، لسه في سبيل للبر. اول حاجه انك تدعي لهم، ومن اعظم القرب اللي العبد يلاقيها في صحيفه حسناته يوم القيامه ان هو يكون بيدعي لابوه وامه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: اذا مات ابن ادم انقطع عمله، خلاص ما عادش في عمل بيوصل له الا من ثلاث، وذكر منهم او ولد صالح، ولد صالح يدعو له. بيجي يوم القيامه العبد يلاقي منزلته اعلى، هو عارف مكانه. يا رب انا وصلت للمنزله العاليه دي ازاي؟ يقال: بدعاء ولدك الصالح لك. يبقى ادعو لوالدك. ينفع تصدق عنه؟ ينفع تصدق عنه، الصدقه هتوصل له. ينفع ان انا اعمل عمره واهب ثوابها ليه؟ ينفع انك تعمل عمره وتهب ثوابها ليه. طيب ايه التاني من الحاجات اللي تخلي الانسان بيبر ابوه وامه؟ ان يصل من كان يحبهم في الدنيا. شوف والدك كان بيحب مين؟ اصدقائه وقرايبه اللي هو كان بيحبهم، وان انت تصلهم برا بابيك. يبقى عايز تدخل الجنه وربنا يحبك وربنا يرضى عنك، بر ابوك وبر امك، واعرف ان دي فرصه وباب عظيم لو لسه عندك اب وام انك تبرهم وتطيعهم عشان تفوز عند الله عز وجل.